ده بلح باللبن، ودي ايدي اليمين. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. عادي يعني، أذن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. يعني اخد راحتي بقى واشرب ان شاء الله لما يخلص الاذان حتى. كمان طبعا الكلام اللي انتوا سمعتوه من شويه من الراجل ده اللي هو كنت انا، كلام كله غلط في غلط. طب ليه يا عم شريف الكلام ده؟ اسمع وصلي على سيدك النبي عشان تسمع كلام في غايه الخطوره. رقم واحد، الحديث اللي انت سمعته من شويه فعلا موجود في الكتب، ولكن قال اهل العلم انه حديث منقر، اللي هو اذا سمع احدكم النداء يعني الاذان يعني والاناء في يديه فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. يعني ما تسيبش الكلام ده الا لما تخلص شرب وتاكل. انا عارف ان الشيخ الالباني حسن هذا الحديث، ولكن الشيخ الالباني ليس بمعصوم، ممكن وارد جدا يحسن حديث، ولكن اجمع اهل العلم على انه هو ضعيف. وخليني معاك، لو فعلا الحديث ده فرضا ان هو صحيح، هل النبي عليه الصلاه والسلام ذكر في هذا الحديث اذان الفجر او ذكر السحور؟ بيقول اذا سمع احدكم النداء يعني الاذان وخلاص، اي اذان. الكلام ده خاص باي صلاه مش بس صلاه الفجر. ودليل كده النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر قال: اذا وضع العشاء يعني في اكل اتحط قدامك واقيمت الصلاه فابداوا بالعشاء. الكلام هنا مفيش صلاه فجر، وانما اي صلاه، والعشاء ان هو صلاه العشاء. فاي اذان انت سمعته وانت بتاكل ما تسيبش الاكل وتجري على الصلاه، وانما كل علشان ما تنشغلش بالاكل وانت بتصلي. وده بياكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: لا صلاه في حضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. يعني انت عاوز تخش الحمام ومزنوق ما تخشش تصلي الا ما تفك زنقتك وتتوضا عشان تصلي وانت مستريح البال. كذلك برضه لما تكون جعان ما تخشش عشان ما تقعدش تفتكر بقى الطبيخ والسجق والشيش طاووق لا، كل الاول وروح صلي، بس ما تطولش في الاكل وتشرب بقى الشاي والقهوه والجوزه والشيش. اصلا الجوزه والشيش حرام على فكره، وانما كل بسرعه وروح الحقهم في الصلاه. فده التفسير الاول، ان الكلام ده خاص باي اذان. الكلام ده على فكره مش كلامي، ده كلام العلماء، فانا بنقل لكم كلام العلماء عشان ما حدش يقول انت بتفتكس يا عم شريف. انا ما بفتكس، انا بنقل لك كلام اهل العلم الثقات. الحاجه الثانيه بقى ان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان في اذانين، يعني عشان ياذنوا لصلاه الفجر في عندنا واحد بيأذن اسمه سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه، وواحد تاني اسمه ابن ام مكتوم اسمه كده. سيدنا بلال قبل اذان الفجر بحوالي نص ساعه، ساعه الا ربع ساعه كان بيأذن. طب بيأذن ليه؟ عشان ينبه الناس: يا جماعه الاذان فاضل له تلت ساعه، فاضل له نص ساعه، اللي عاوز يغتسل، اللي عاوز يلحق يتسحر، كنت عاوز تصوم، فخلي بالك انا بنبهك علشان تدرك نفسك، تاكل وتشرب عادي حتى لو سمعت اذان بلال. ليه بقى؟ لانه ده مش الاذان اللي بيمنع الاكل والشرب. ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. لكن لما تسمع ابن ام مكتوم بيأذن الله اكبر الله اكبر، ساعتها توقف الاكل. فقال اهل العلم ان مقصود الحديث دوت الاذان الاول. يعني لما تسمع الاذان الاول ده، لو في عندك اذان زي مثلا دلوقتي بيسموه مدفع الامساك، لو سمعتوا مدفع الامساك اضرب وانت بتاكل، كل عادي مفيكش اي حاجه ولا تنشغل بيه، بس هو بس بينبهك ان فاضل لك ربع ساعه تلت ساعه عشان تلحق تشرب الشاي بتاعك القهوه بتاعتك وتخلص. فهو ده المعنى الصحيح لهذا الحديث والله اعلم. واوعى تاخد اي كلام كده وتنشره، لان ساعتها لو حد فطر بسببك بسبب فيديو زي ده هيكون في ميزان سيئاتك يا حبيب قلبي. خلي بالك، ولو انت وقعت في الحاجه ديت فانت لازم تقضي اليوم ده. اذان الفجر اللي بيأذن اول ما بيأذن بنصلي الفجر، فده ما ينفعش تاكل اول من الله اكبر. طب لو حاجه في بقك ابصق الحاجه اللي في بقك، واللي اتبلع اتبلع خلاص. بالله عليك لا توصل الكلمتين دول لغيرك، عشان غيرك فعلا وقع في هذا المحظور ويمكن يكون صيامه باطل بسبب العمليه ديت. انا مش عارف لحد امتى هتفضل ساكت وقافل بقك ما بتصليش على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم.